الفيديو ده هيكون فيه كل اللي محتاجة تعرفيه عن جرثومة المعدة، وكمان ايه الادوية اللي ممكن تاخديها ليها وجرعة العلاج والكلام ده كله، وكمان ازاي تعالجيها بالاكل لاني اخصائية تغذية وصيدلانية فهفيدك في الناحيتين. فيلا بينا نبدأ الفيديو. جرثومة المعدة اصلا المفروض ان حمض المعدة ده هو حمض حامي جدا 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 جدا. المفروض ان هو يعني اقصى حاجة في الحمضية اصلا، وده ربنا سبحانه وتعالى عامله عشان خاطر المعدة هي بوابة حاجات كتيرة جدا لجسمنا، فعشان تقتل اي بكتيريا بتكون موجودة في الاكل او كده. فازاي جرثومة المعدة دي بتقدر ان هي تقعد في المعدة؟ ده من خلال حاجتين. اول حاجة ان هي شكلها بيكون حلزوني، فبتعرف كده تفلفص في الحمض بتاع المعدة ومع حركات المعدة ما تتأثرش. وتاني حاجة ان هي بتطلع انزيم اسمه اليورياز انزيم. اليورياز انزيم ده بيتفاعل مع حمض المعدة وبيكون مادة الأمونيا اللي هي بتكون سامة جدا للإنسان. طيب ايه الطرق اللي بتنقلها لينا؟ الطرق اللي بتنقلها لينا بيكون من خلال الأكل الملوث، وكمان من خلال اللعاب. يعني لو حد عنده جرثومة المعدة ويستخدم أدوات مثلا معالق أو كده وبعدين حد تاني يستخدمها، ممكن كمان الذباب. لو حد مثلا واقف على حاجة حد مثلا عاملها، الذباب وقف مثلا على فضلات انسان وبعدين جه واقف على حاجة واحنا كلناها، الموضوع مش ظريف خالص. الطريقة التانية بقى ان هو بيتنقل من خلال الاوريوفيكال. يعني حد مثلا دخل الحمام عنده المشكلة دي، عنده جرثومة المعدة، ما غسلش ايده، تقوم عمل اكل قدمه لحد، تتنقل للحد ده. تمام. في الموضوع مقرف جدا بصراحة. طيب ازاي بقى ان هي بيبقى في ناس كتيرة جدا ممكن تكون عندهم وما بتكونش ظاهرة؟ هي على حسب المناعة وعلى حسب صحة حمض المعدة. طيب دي كده احنا اتكلمنا في الحاجات الأساسية. نشوف بقى الاتش بايلوري او جرثومة المعدة ازاي العلاج بتاعها من ناحية صيدلانية صرف. هو في حاجة اسمها تريبل ثيرابي. التريبل ثيرابي ده العلاج الثلاثي، بيكون عبارة عن 2 مضاد حيوي هما الكلاريثرومايسين والتنيدازول. الكلاريثرومايسين ده بيقضي على الايروبيك بكتيريا، والانايروبيك بكتيريا بيقضي عليها التنيدازول. وبياخدوا معاهم حاجة بروتون بامب انهيبيتور او حاجة عشان خاطر ما تعملش التهابات في المعدة، لان طبعا الادوية دي بتكون قوية جدا والمعدة اصلا بتكون ملتهبة من الجرثومة، فبنكون محتاجين حاجة تقلل التهابات المعدة دي. طيب في ادوية ايه في السوق؟ في الترايوكلير. الترايوكلير ده هتلاقوه في ال3 ادوية، يعني بيكون في الكلاريثرومايسين قرص والتنيدازول قرص البروتون بومب انهبيتور قرص. بيكون الاخضر هو الدواء بتاع المعده. تمام. عشان دواء المعده المفروض بيتاخد قبل الاكل، والادويه التانية بتتاخد بعد الاكل على طول. وفي الهيليكيور. الهيليكيور بيكون الثلاث ادويه دول محطوطين مع بعض في كبسوله واحده، وفي دكاتره بقى بيكتبوهم منفصلين. يعني ممكن يكتب مثلا الكلاريثرومايسين حاجه لوحده، ويكتب فلاجيل مثلا، ويكتب بروتون بامب انهبيتور زي بانتولوك او ايا كان يعني. تمام. طيب دي بقى من الناحيه الطبيه. تعالوا بقى نتكلم كده من ناحيه التغذيه. ازاي لو حد عنده جرثومه معده، انا كصيدلانيه مع ان احنا طبعا ناخد دواء، ناخد مضادات حيويه، ومع كمان كاخصائيه تغذيه ان احنا نظبط الاكل بتاعنا عشان خاطر نصلح المشكله دي مع الدواء. ما ينفعش حد يبقى عنده المشكله دي ويسيب نفسه كده للطبيعه وهو حظ. اول حاجه ممكن تتاخد ان احنا ناخد زبده جوز الهند معلقه كل يوم على الريق، لان زبده جوز الهند بيكون فيها اللوريك اسيد. اللوريك اسيد ده السوس ليه دور مهم جدا في انه مضاد حيوي وبيقوي المناعه. بس لو حد عنده ضغط او سكر او امراض كلى هو ياخد العرق سوس خالص. تمام. الشاي الاخضر والمورينجا فيهم مضادات اكسده وبيقوي المناعه. والجنزبيل، الجنزبيل اصلا فيه مضادات حيويه وبيموت البكتيريا، فده بيكون مفيد جدا. كمان مهم ان احنا ناخد فيتامين سي عشان خاطر هو بيقوي المناعه. والكركم، الكركم ده خطير. الكركم مفيد لحاجات كتيره جدا، ومن ضمنها ان هو بيقوي مناعه الجسم، وبرده فيه مضاد التهابات ومضادات حيويه. طيب مهم بقى ان احنا دلوقتي مناعتنا واقعه وعايزين نقويها، فمهم ان احنا ننام كويس، ناكل اكل صحي، نقطع السكر، الحاجات العاديه اللي احنا بنعرفها دي عشان خاطر نحسن المشكله دي. بروتوكول الاكل مع حاله جرثومه المعده بيكون فيه التهابات قويه جدا في المعده، فطبيعي ان في المرحله دي بيكون صعب ان احنا ناخد بروتين، لان البروتين
بيقعد في المعدة وقت ومحتاج مجهود وتقيل على المعدة. تمام. فالاصح ان احنا نبدأ ناكل وجبات صغيرة على مدار اليوم، والوجبات دي بيكون فيها كربوهيدرات بنسبة اكبر، بس نختار كربوهيدرات نضيفة. يعني ما اروحش اختار مثلا دقيق ابيض، ما اروحش اختار اكل من بره، لا ممكن اختار مثلا بطاطس، خضار، كوسة، رز مسلوق كده خفيف خالص بحيث ان هو يريح المعدة. ولازم ان انا اكل كل ساعتين، ما سيبش معدتي تفضى، عشان كل ما فضيت كل ما الوجع بتاعها زاد. والكورس بتاع العلاج فعلا بيمشي جرثومة المعدة خالص. لو في اي سؤال ليه علاقة بجرثومة المعدة سيبهولي وهحاول ارد لكم عليه. انا حاولت في الفيديو ده اجمع كل الحاجات اللي ليها علاقة بيها وبس. كان معاكم دكتور ايمان اشرف، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.